المسلم يجب يتحرك بأي شكل وبأي طريقة، وإن شاء الله قادمون ومنتصرون، والحق سيبقى ويثبت. والمهم أن تصدقوا، راهو أهم شيء المسلم معناه راهو يكون صادق، اللي يكون صادق النية بحول الله ما شيء وراءه طالب إلا وتحصل عليه، بيديه حتى حق بحول الله. وراء التعويض بالمليارات لا يساوي شيء، راه حكاية فارغ، راه مش حكاية معناها الإنسان لكن البعد اللي بعده على عائلته وبناته وصغاره معناها في وضع وهو في واد، والله صدقوني اللي تشري لحظة مش أشهر ولا سنوات، لحظة ما تنجمش تقيمها بالمليارات. أنا بصراحة معناها وقت اللي سمعت بالموضوع أشعر بخجل، وأنا من أبناء يعني هذا الجيل، وإن شاء الله ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله. عايش إن شاء الله يحقق مطالبكم إن شاء الله، وإن شاء الله بصبركم وثباتكم تتحقق المطالب. وفي الحقيقة هي حقوق مثلا حتى واحد عنده مزية باش يعطيها لكم، هذه حقوقكم. ومعاناتكم اللي معاناها حتى حد في هالبلاد منذ الاستعمار، انتم عانيتوا وانتم عانيتوا في سنوات الجمر، وربي سبحانه وتعالى باش يجازيكم باش يحقق لكم مطالبكم بإذن الله في الصبر والثبات. والشعب الكل راهو معاكم سواء كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين، الناس كل حاسة بكم، وربي إن شاء الله يثبتكم.